بديل وسام ابو علي في النادي الاهلي مين؟ وعن اقتراب وسام ابو علي في الانتقالات الصيفيه الحاليه بناء على رغبته هو، قررت لجنه التخطيط في النادي الاهلي انها تدور على بدائل. اولا البديل الاول وهو مفاجاه، محمد شريف مستبعد، مش موجود ومش مطروح في الفتره الحاليه، خصوصا انه بيقال او انتشرت بعض الاخبار انه عنده عروض تركيا الفتره اللي فاتت دي. اما البديل المطروح وبقوه في مفاجاه هو اللاعب مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك السابق. دي بص في ازمه كبيره او في مفاجاه كبيره وهتبقى فيها ازمه مع الجمهور، لكن ده البديل المطروح حاليا. في مفاجاه اكبر من ذلك هو موافقه اللاعب مصطفى محمد للانضمام للنادي الاهلي، لكن يتبقى ازمه بين اللاعب والنادي الاهلي وهي القيمه الماليه للانتقال بالاضافه الى الراتب الكبير للاعب، ودي ازمه حلها متواجد في ان النادي الاهلي حدد سعر وسام ابو علي ب 10 مليون دولار. حال توافر الفلوس دي بيخلص الازمه دي، بمعنى اصح من فلوس وسام ابو علي هتتوفر فلوس راتب وقيمه انتقال مصطفى محمد للنادي الاهلي.